تخيل إن الراجل اللي ضحك مصر كلها مات وحيد على سرير مستشفى والدم خارج من بقه، والأغرب إنه قبل ما يموت بأيام كان كاتب نعيه بإيده. دي مش قصة فيلم، دي قصة نجيب الريحاني. نجيب الريحاني اتولد سنة 1889 في القاهرة لأم مصرية وأب عراقي، وكان الأوسط بين إخواته الثلاثة. العيلة كانت ميسورة جدا، فدخل هو وإخواته أحسن المدارس وقتها، مدرسة الفرير الفرنسية. ومن وهو صغير كان مختلف، يقعد بالساعات يقرأ الأدب العربي والفرنسي، وتأثر جدا بالكاتب الفرنسي الساخر موليير لدرجة إنه ترجم له أعمال بعد كده. وأستاذ العربي بتاعه الشيخ بحر لمح موهبته بدري واختاره رئيس لفريق التمثيل. كان يرجع أوضته ويتمرن على الأدوار بصوت عالي ولساعات طويلة، لدرجة إن أمه كانت بتزعل من الدوشة اللي بيعملها. لكن الحياة قلبت فجأة. والده توفى بعد ما خلص الثانوية العامة وهو عنده حوالي 16 سنة، والصدمة إن الأب قرر يسيب معظم ثروته لبنت أخته اليتيمة. فجأة نجيب اضطر يسيب تعليمه وينزل يشتغل عشان يساعد أسرته. اشتغل في شركة كومومبو، وهنا دخلت أول ست في حكايته، زوجة مديره. أعجبت بخفة دمه وروحه، وحصل بينهم قصة حب. لكن القصة انتهت بسرعة. الزملاء وشوا بيه عند المدير، فالمدير طرده من الشغل. رجع القاهرة، ومن هنا بدأت الحكاية الحقيقية. دخل عالم المسرح، وفي أول طريقه وقعت في حبه زوجة صاحب مالها ليلي. الريحاني بنفسه وصفها وقال كانت أجمل امرأة في مصر. الست دي أقنعت جوزها ينفذ فكرة كان الريحاني نفسه هيقدمها. عمدة من الريف بيبيع القطن، ينزل القاهرة بفلوس كتير يصرفها كلها في الملاهي ويرجع قريته مفلس. وهنا اتولد كشكش بيه، عمدة كفر البلاص، الشخصية اللي قلبت الدنيا وغيرت حياته كلها. لكن النجاح جاب مشكلة جديدة. الست بدأت تطارده باستمرار لدرجة انه اضطر يسيب الفرقة كلها ويروح مسرح تاني. وبعدها دخلت حياته الست اللي غيرت مساره فعلا، الفرنسية لوسي دو فيرناي. كانت ممثلة بتقدم أدوار صغيرة في فرقة فرنسية على مسرح كازينو دي باري. حبها واتجوزها وقرر يعمل مسرح باسمه، لكن المشروع بلع فلوسه كلها. هنا لوسي وقفت جنبه وصرفت من فلوسها عشانه، لكن النهاية كانت صادمة. الريحاني خانها، ومش مع أي واحدة، مع أختها الصغيرة. والأغرب إنها ما صرختش، ما واجهتوش، جمعت هدومها وسابت مصر كلها ورجعت باريس من سكات. بعدها دخلت حياته الفنانة الهنجارية زلاتا. علاقة استمرت شهور، لكن ما حبهاش بالشكل اللي يخليه يكمل حياته معاها. وبعدين ظهرت كيتي، الفنانة الجميلة اللي كانت بتتكلم العامية بطلاقة. والأول مرة تقريبا نجيب الريحاني هو اللي حب بجد، صارحها بمشاعره، لكن هي رفضته. كل ما يقرب تبعد وهو يتعلق أكتر، لحد ما اتجوزت منتج يوناني وسافرت اسطنبول. بعدها دخلت حياته فيكتورين، زوجة الراجل اللي كان مأجر له المسرح وحوله بعد كده المسرح ريدز. العلاقة بينهم وصلت لدرجة إن جوزها اكتشف كل حاجة وراقبها وهو شايل مسدس، وكان ناوي يقتلهم الاتنين. لكن صديق للريحاني حذره قبل الكارثة، وهربت فيكتورين. وبعد فترة رجعت مصر وفضلت معاه في آخر سنين عمره، السنين اللي كان محتاج فيها حد يرعاه. الريحاني كتب عنها: لا تستطيع أن تتصور مدى إخلاصها وحنانها، إنها لي بمثابة الأم والأخت والحبيبة. لكن رغم كل الستات دي فضل اسم واحد بس هو الأهم: بديعة مصبني، حب عمره الأول. القصة بدأت سنة 1921 وتحولوا لثنائي فني كسر الدنيا، قدموا مسرحيات ناجحة ولفوا بلاد العالم. بديعة نفسها قالت إن الفنان حسين رياض عرفها على الريحاني، وفي سنة 23 اسمها ظهر لأول مرة في الأهرام مع الريحاني في أوبريت الليالي الملاح، والنجاح انفجر. لكن المشاكل بدأت: غيرة
وطموح بديعة الكبير وعلاقات الريحاني النسائية وصرفه اللي بذخ واختلاف طباعهم. هي كانت بتحب الخروج والحياة، وهو طول الوقت سهران يكتب ويألف مع بديع خيري. وبعدين جاءت النهاية. أثناء آخر عمل جمعهم الخلاف انفجر، والريحاني ضرب بديعة بالقلم، وقعت على الأرض وأغمى عليها، سابته وانتهت الحكاية للأبد. مرت السنين والمرض بدأ ياكل جسمه، أصيب بحمى التيفويد والمرض دمر الرئتين والقلب. وكان وقتها فيلم غزل البنات لسه ما تعرضش. طلب من ليلى مراد وأنور وجدي يزوروه، وقال لأنور وجدي حاسس إني هموت قبل ما الفيلم ينزل. لكن في حكاية تانية فضلت تطارد وفاته سنين طويلة. اتردد وقتها إن اللي حصل ما كانش بسبب المرض بس، وظهرت أقاويل بتقول إن الريحاني أخد جرعة زايدة من دواء الأكرومايسين، وده خده بالخطأ من إحدى الممرضات. الكلام فضل مجرد روايات متداولة، لكن المؤكد إن حالته كانت بتنهار بسرعة مرعبة. والأغرب قبل وفاته بحوالي 15 يوم كتب مقال يرثي فيه نفسه وسماه في 60,000 سلامة يا نجيب، وكأنه كان شايف النهاية جاية. وفي 8 يونيو 1949 بدأت اللحظات الأخيرة. جسمه اضطرب فوق السرير، الألم كان بيعصره، وفجأة الدم خرج من بقه وغرق الفرشة كلها. ورحل الراجل اللي ضحك الملايين، رحل قبل ما يشوف آخر أفلامه. نجيب الريحاني الراجل اللي دخلت حياته ستات كتير، واحدة دخلته الفن، واحدة صنعت مجده، واحدة خانها، واحدة حبها وما حبتهوش، لكن في النهاية مات وحيد. الناس فاكرة إن أكبر مأساة في حياة الريحاني كانت الستات اللي خسرهم، لكن يمكن الحقيقة كانت أصعب. إن الراجل اللي ضحك بلد كاملة كان عارف إنه راحل، فكتب وداعه بإيده واستنى النهاية.